شكرا عبد الرحمن رئيس مجلس إدارة نادي الشباب الأستاذ خالد البلطان. إلى جواري أبو الوليد، في البداية حينما نقول أن نقطة للشباب ونقطة للهلال بالتأكيد نتحدث عن نقطية، لكن المستوى والأداء في المباراة لمن الأفضلية برأيك؟ يعني الحمد لله على كل حال. تعادل أعتقد يعني ما كنا نستحق التعادل حقيقة، كنا يعني لنا الأفضلية النسبية في الشوط الثاني وفي الشوط الأول، وأكثر فرص، أكثر فعالية أمام المرمى، لكن حقيقة كانت يعني سلبية لعدم التسجيل هي اللي خلتنا يعني نطلع في التعادل. أعتقد أنها مباراة كبيرة قبل كل شيء، مباراة بين شقيقين أعتقد أدوا أداء عالي ورفيع جدا، من أفضل المباريات أنا أعتقد اللي شفناها الموسم هذه، وكان ينقصها فعلا الأهداف، لكن مباراة كانت قوية جدا وتكتيكية عالية جدا جدا. وأعتقد لو استطعنا يعني كان ممكن نحسمها، خصوصا فرصة جبروف الأخيرة كان ممكن نحسمها بشكل كبير، لكن ما الله وفقنا. لكن الحمد لله في بوادر جيدة. الفريق بعد يعني توقف الفيصلي أو التعادل المستغرب من الفريق ضد مباراة الفيصل في مباراة الفيصلي، عاد بقوة وبشكل أفضل وسيطر على المباراة أمام الهلال. أعتقد هذه مؤشرات طيبة تدل الفريق لا زال عنده الكثير، ولا زال ماشي بالوضع الجيد، ووضعه بالمنافسة قائم، والأصبحت الثلاث فرق الآن بشكل أوضح مع الاتفاق رابع بشكل أوضح، يعني أصبحت بشكل أوضح هي الأقرب للمنافسة. باقي 11 جولة، في ملامح جديدة، تتوقع تغيير في مراكز المقدمة؟ أنتم الفريق الوحيد من ضمن ما ذكرته، تحدث عن الهلال ومن ثم الأهلي والاتفاق، أنتم الوحيد الذي لا يلعب في آسيا، سيكون هناك دوري وآسيا يتزامنون مع بعض. في عوامل إيجابية لنادي الشباب وفي عوامل سلبية ضده أيضا لكل الأندية، هناك عوامل سلبية وإيجابية. احنا نحترم كل الفرق أعتقد الأربع اللي بان الآن بشكل واضح أنها تنافس بشكل أقوى، أعتقد أنها كلها لها الحق في عند أنصارها أنهم يعتقدون أنهم حيحققون الدوري، واعتقد الاحتمالات مفتوحة. ما تدري، ممكن بكرة الأهلي لو يفوز ممكن يكون يتصدر. الصدارة على فكرة ما تهمنا كثير يعني في المقام أن تكون دائما، لكن المهم أنك دائما تكون على المحك ودائما موجود. حتى لو تصدر الأهلي احنا حنكون نفرق عن الهلال والأهلي نقطة واحدة، ولسه الدوري طويل، ولسه حتشوفون تبادل المراكز. لأن الفرق بالذات الثلاثة يعني وضح أنها الآن بشكل أكبر قادرة على عمل كلمة في الدوري. يعني أنا المباراة اليوم حقيقة زي ما زعلنا على التعادل حقيقة، وكنا يعني في نوع من يعني زي ما نقول من عدم الرضا من النتيجة، لكن حقيقة في رضا كبير عن المستوى، وفي رضا كبير عن التكتيك اللي لعب فيه المدرب، شيء رائع جدا اليوم. يعني شفنا كيف ان الهلال ما لقى اي مساحات ولا لقى حتى يعني ما كان يلعب الا تقريبا بعضها على المرتدات، وما جته فرص كثيره، كانت معظم الفرص ومعظم العمل والشغل الفني كان لنادي الشباب. لكن ايضا نادي الهلال ممكن انه اليوم ما كان في يومه، ممكن يكون في وضع افضل. حقيقه انا الحكم اليوم ممتاز جدا طبعا، بس مع ده يعني انا استغرب فرصتين او معنى صح ضربتين جزاء. انا اعتقد تقديري انا انها ضربتين جزاء لما شفتها في التلفزيون، خصوصا الاولى لما حسن العتيبي مسك ناصر الشمراني، اعتقد كان يجب عليها قرار ضربة جزاء. لكن هذا ما يمنع ان المباراة الحكم كان ممتاز في اداء، ولكن هذه مسائل تقديرية للحكم. الشيء اللي أيضا ودي أتكلم عليه هو الحمد لله الجميع شاف المدرج الشبابي كيف انبنى، المدرج الشبابي كيف ينمو شوي شوي، وإحنا لازلنا ناس كثيرين يعتقدون هذا حلم، يعتقدون هذا والله مستحيل، لكن نقول له اصبروا سنوات وحتشوفون المدرج الشبابي أكبر بكثير مما شاهدته. أعتقد هذه من الإيجابيات، وضد الهلال اليوم يكون له صوت ويكون له حضور، أعتقد هذا شيء إيجابي.
جميل. أتحدث عن جبروف، لاعب يحصل على أفضلية آسيا لموسمين متتاليين، أنتظر أن يصنع الفارق في أرضية الملعب، ليس فقط في الأداء وإنما أيضا حتى في النتائج. ذكرت بأن فرصته كانت في الدقيقة 35 قد تصنع الفارق بالنسبة لفريقك. لماذا لم يظهر أفضل لاعب في آسيا بالمستوى المتوقع؟ لا، كمستوى اليوم أعلى مستوى الجبروف. أنا أعتقد أنه كان أفضل لاعب في الملعب اليوم. لعب في شيء اليوم، ظهر جبروف أفضل لاعب كآسيوي، ظهر بمظهر رائع، لكنه ما وفق في هدفين تقريبا، وبالذات الهدف أو بمعنى صح الفرصتين، وبالذات الفرصة الأخيرة. ما هي مشكلة، ما وفق في الفرص، لكن احنا راضين عن أداؤه اليوم بالعكس يا ليت جبروف يستمر ويتطور، وأنا أعتقد أن اللاعب عنده أكثر. أيضا يا ترى يعني الحديث أنه هل يبقى أو يرحل، شبهه صالح الحمادي بأساطير، يقول هو صاحب يعني كرة أنت وضميرك، يوسف الثنيان، خالد مسعد، يوسف خميس. يعني كراته اليوم كانت قوية جدا، كانت تضع المهاجم في حرج إنجاز التعبير. هل هو باقي معكم في الشباب؟ والله ما في شك، يا ترى يصنع ويسجل ولاعب كبير، واعتقد مسألة يبقى او او يذهب، اعتقد هذه من صلاحيات المدرب، والامور الفنية في نادي الشباب هي جميعها بالكامل 100% للمدرب. الشيء الثاني يعني اعتقد انه اليوم وضع ناصر تعرف لعب يعني يعني الفرص القليلة لعب فيها، لأنه كان هناك احتمال أنه ما يلعب، وظهر بمظهر اليوم ناصر. لو كان بمظهره الطبيعي وبفورمته الطبيعية أعتقد له كلمة اليوم مع ياتارا، مع تألق ياتارا وجبروف، كان اليوم حسمت الفرص. ولكن زي ما قلت لك ياتارا بيد المدرب، وإن شاء الله يعني إحنا نعد جماهير الشباب دائما نكون أفضل من كذا وأفضل، دائما نحاول نكون أفضل. أخيرا فيما يخص اللاعبين السعوديين، تحدث عن نايف القاضي قبل قليل، قال أنه قريب حيدخل فترة ال6 شهور وينتظر العرض الرسمي. سياسة عامة في نادي الشباب، أعطني سياسة عامة حتى لا نسأل بالتفصيل عن اللاعبين، كيف تحكم على لاعبين؟ سؤال ممتاز. شوف، اللاعب اللي يبيه نادي الشباب وحريص عليه تأكد أن حنتفق معه، لن نختلف نادي الشباب مع ابن من أبنائه. واللاعب اللي ما نبغاه أو نعتقد أنه يعني خدمة النادي الشباب أو خدمات النادي الشباب قد تقف عند حد معين، هذا متاح له. نايف قاضي، عمر الغامدي، حسن معاذ، أسماء أخرى كثيرا يرغب فيها نادي الشباب، وتأكد يعني أنهم باقين في نادي الشباب، وتأكد أننا بنتفق معهم ولا عندنا أي مشاكل. نعم نايف وعمر قربوا، لكن في اتفاق أنه بعد مباراة الهلال نجلس معهم وينتهون. موضوع أعتقد محسوم سلفا، لأنهم لاعبين محترمين وكباتنا كبار ومرتاحين، وإحنا مرتاحين لهم، ولا أعتقد أن الآراء متفقة على بقائهم، وهم يبغون النادي ويبغون يجلسون في النادي. يا هلا وسهلا فيك. هلا. شكرا رئيس مجلس إدارة نادي الشباب الأستاذ خالد البلطان. نتحول إلى الطرف الآخر في الميكس زون المخصص لنادي الهلال، عبد الرحمن الدحيم، تفضل. شكرا لك عبد الله. فقط أقول سريعا أن فقط نكتفي باللقاء الذي كان مع الكابتن عيسى المحياني. بالتأكيد مشكورا لاعبو نادي الهلال يفضلون عدم الحديث عبر وسائل الإعلام. حاولنا مع الكابتن حسن عتيبي، مع الكابتن نواف العابد، مع أكثر من لاعب في نادي الهلال، الكل يرفض، ولكن يبقى تصريح الإداري الذي كان من خلال رئيس مجلس إدارة نادي الهلال من عبد الرحمن بن مساعد، صرح للصحفيين على الأقل نستطيع الحديث عن ما التقطناه من بعض الأشياء التي تحدث عنها. لعله أبدى نوعا ما رضا عن مدربه توماس دول من خلال لقاء اليوم، لعله أثنى على تشكيلته. يقول يعتقد أن تشكيلته التي قدمها اليوم هي من التشكيلات على الأقل المميزة في آخر الأيام. يعتقد أن فريقه قدم مستوى جيد. يقول الأهم أننا لم نبتعد عن الصدر، لازلنا متصدرين حتى ولو كنا بحاجة إلى الفوز حتى نستطيع أن نجعل الفارق أكبر. بالتأكيد سأله أحد الصحفيين عن هل سيكون فيل هامسون محل لاعب أشيلي إيمانا في الفترة القادمة. يقول غدا لناظره قريب بهذه العبارة. 10 يناير ستفصح عن الكثير من تفاصيل نادي الهلال. ولكن في ملاحظة المدرب فقط أعود وأقول أنه يقول أن السيد توماس دول مهما سيعمل الآن أصبحت الأعين
تجاه هذا المدرب. أغلب الصحفيين كانوا يتكلمون عن امتعاض جماهيري من هذا المدرب، يقول سيستمر هذا الامتعاض حتى يرحل دول، حتى ولو حقق نتائج إيجابية في نظره، أنه قدم اليوم أشياء جيدة في المباراة على الأقل على مستوى التبديلات وعلى مستوى هذه المباراة. بالتأكيد الإدارة الهلالية تغادر فور نهاية المباراة. كان بودنا أن تكون معنا من خلال التصريح، ولكنها تقول أن المؤتمر الذي تم تأجيله لمدرب جوفنتوس ولاعب الهلالي محمد ديه هو من يسرع بخروج الإدارة الهلالية. تتوجه مباشرة إلى حضور المؤتمر. فقط أبو عبد الله صالح الحمادي، وجهت رسالتك للكابتن سامي الجابر بالتأكيد على سبيل الدعابة أنه كان يفاوض السيد البلجيكي برودوم. يقول ربما يعلم أبو عبد الله أو لا يعلم أن برودوم البلجيكي قد لعبت ضده في عام 94 في أمريكا في مباراتنا أمام بلجيكا حينما كان حارس المرمى. لعبت أيضا معه في إحدى المباريات الودية في عام 95 أو 96. قابلته في أحد الدول كمساعد المدرب على ما يعتقد سامي الجابر، لذلك هي المقابلة الخامسة أو السادسة تكون له، وبالتأكيد أنه سيسلم عليه من باب الصداقة. فقط أردنا إيضاح هذا الأمر. من جديد عودة لك زميلي فهد مساعد، والتحية ضيفك الكريمين. فهد تفضل. شكرا لك عبد الرحمن. وليد عبد الله أحييك. يمكن أحسن شيء أن المدرب الحراس يقول لك أنت بطل وأنت حبيبي اليوم في المباراة. المباراة لم تكن سهلة، لكن يمكن أنت أخف ضغط من حسن العتيبي في المباراة اليوم. أكيد. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما تفضل، يمكن طول الأسبوع يعني حاسين المباراة هذه، حاسين بخطورة المباراة. يمكن بتوفيق أخواني اللعيبة اليوم وتوجيه المدرب يعني غطوا الشيء نقطة القوة في الهلال. لكن الحمد لله على كل شيء. يمكن هذا أقل شيء أن نرد عليه شك، وأن قال الشباب نزل مستواه. الشباب بعد مباراة الفيصلي يعني قالوا هذا أقل شيء، يعني نرد على اللي يتكلم على نادي الشباب. بالعكس إن ما خسرنا شيء. إن الفريق الوحيد في الدوري للحين ما خسرنا. إن الفريق الوحيد اللي الحين هو الهلال متصدر. إن الفريق الوحيد اللي هزمنا الهلال. يمكن في ناس ما يعرفون الشيء هذا، لكن أنا أقول لهم الشيء هذا. والدوري نفسه طويل، الدوري طويل. لا الحين نعتبر نفسنا قدامنا خطوات. ان شاء الله ناخذ يعني اذا بيقولون خطوه باذن الله قادرين ان شاء الله نحسم الدوري باذن الله. اليوم في المباراة كانت تسديد سمة بالنسبة للهلال. أتحدث عن نواف العابد وكذلك عبد العزيز الدوسري. ركزت من خلال التدريب على مثل هذه الجوانب وليد، خصوصا في كرة عبد العزيز الدوسري، يعني كان لك حضور قوي فيها. أنا أقول لك أخوي عبد الله، يمكن أقول لك يعني الأسبوع هذا عرفنا إيش الهلال، ورانا ندرب كيف الهلال يلعب. الهلال يتميز بكرات العرضية، تميز من شوط مرة منطقة الجزاء. لكن الحمد لله اليوم قدرت أتوفق مع أخويا اللعيبة. زي ما قلت لأخوي عبد الله الحمد لله على كل شيء. خلاص انتهت المباراة هذه بخيرها وشرها. أنت تريد وأنا أريد، والله يفعل ما يريد. الحمد لله على كل شيء. لكن إن شاء الله نفكر في الجاي، ونعتبر نفسنا ندعو جمهور الشباب، ندعو الإدارة إن كلاعيبة لو إن كم يعني قصرنا يعني في بعض المباريات، نبدأ صفحة جديدة إن شاء الله المباراة الجاية بإذن الله. أنت اللاعب الوحيد الذي لعب كل مباريات الشباب في دوري زين، عيني عليك باردة. الله يعطيك العافيه، والحمد لله هذا ثقه المدرب فيني، ومو تقليل في الحراس الثانيين، لا بالعكس. حسين شعان، ابراهيم زايد، سلمان سفياني، اي واحد يعني راح يمسك في الباب صدقني راح يقدم احسن من وليد عبد الله. لكن الحمد لله انا اشكر الثقه اللي اعطاني المدرب فيها، وان شاء الله اني ما خيب ظن اخواني اللعيبه والجهاز الفني والجمهور الشبابي. شكرا لك حبيبي.